الأكثر حول هذا الخبر وأخبار الصحافة اليونانية ينضم إلينا من اليونان مراسلنا عبد الستار بركات. صباح الخير عبد الستار، دائما تضعنا بكل ما هو جديد من الأخبار في اليونان، ولكن أبدأ معك من الجدل حول التعدين في شمال اليونان، ما لديك من تفاصيل؟ صباح الخير شيرين، من ميدان سندغما وسط العاصمة اليونانية أثينا. الصحف اليونانية اليوم فعلا شيرين تتحدث عن اكتشافات جديدة ومهمة للذهب والفضة والنحاس، مما يجعل الأنظار تتجه مجددا إلى شمال اليونان وتحديدا إلى شبه جزيرة خلكيديكي المعروفة بامتلاكها هذه الكنوز، في تطور بيعزز آفاق النمو والاستثمار وبيعيد فتح النقاش حول مستقبل التدعيم في المنطقة. الاكتشافات الجديدة شملت رواسب للذهب والفضة في منطقة أولمبيادا، إلى جانب الذهب والنحاس في منطقة إسراتوني، ضمن مجمع أو مناجم إكسندرا، أحد أكبر مشاريع التعدين في جنوب شرق أوروبا. وفقا للشركة القائمة على المشروع، فإن قرب هذه الاكتشافات من البنية التحتية الحالية للمناجم بيجعل استغلالها أسرع وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن تفاؤله الكبير بالنتائج، وأكد أن اليونان بتحتل موقع محوري في أنشطة الشركة العالمية، وأوضح أن أعمال الحفر كشفت عن منطقة واعدة جديدة. هذا يفتح المجال أمام تمديد العمر الإنتاجي للمناجم هناك. وبحسب البيانات الرسمية شيرين، نفذت الشركة خلال العام الماضي نحو 17500 متر من أعمال الحفر الاستكشافية، وأسفرت النتائج عن تركيزات مرتفعة من الذهب على مسافة قريبة من المنشآت القائمة حاليا، كما حددت أهداف جديدة للتنقيب عن الذهب والنحاس في منطقة معروفة هناك بنشاطها التعديني. هذه التطورات بتأتي في وقت بتسعى فيه اليونان إلى تعزيز أمنها المعدني ودعم سلاسل التوريد الأوروبية. نعم عبد الستار، هناك فرض رقابة حكومية مشددة، لكن لماذا اعتراض السكان؟ السكان يعترضون لأن هذه المناجم تدر عليهم دخان، بيئة غير صالحة للمعيشة، ولذلك هم يقومون بإضرابات وبتظاهرات كبيرة جدا. وأيضا هم لا يستفيدوا كثيرا من هذه المناجم أو هذه الشركة، وفقط العمال الذين يأتون من أماكن مختلفة من اليونان. ولكن السبب الرئيسي في هذا الأمر أن هذه المناجم يخرج منها دخان وأشياء غير تجعل المنطقة غير قابلة للإسكان الآدمي. هناك طبعا استفادة دولية وليست شخصية من هذا الاكتشاف. أنتقل معك إلى خبر حول برنامج شامل لإعادة تأهيل ثيسالونيكي وتحويلها إلى مدينة المستقبل، ما تفاصيل هذا الخبر؟ فعلا الصحف تتحدث أيضا عن مدينة ثيسالونيكي، اللي هي تعتبر شيرين ثاني أكبر مدينة يونانية بعد العاصمة أثينا. كشفت عن خطة طموحة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها السياحية وتحسين جودة الحياة للسكان هناك. مجلس المدينة وافق على برنامج شامل بيضم 131 مشروع بتكلفة إجمالية 69 مليون يورو، بتشمل تطوير المساحات العامة وتحسين البنية التحتية وإعادة إحياء المعالم العمرانية البارزة. البرنامج أيضا بيركز على مجموعة من المجالات الأساسية، مثلا إعادة تطوير المناطق الحيوية وتحويلها لمساحات نابضة بالحياة، وتحديث الأحياء السكنية وتحسين شبكة الطرق والمواصلات، وتعزيز البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية. والخطة أيضا شيرين بتشمل أيضا تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء. نعم. بالإضافة إلى ذلك هناك دعم للاستدامة والطاقة النظيفة للتكيف مع تغير المناخ. ثيسالونيكي هذه أو مدينة ثيسالونيكي بتهدف من وراء ذلك من هذه المبادرات تعزيز جاذبيتها السياحية، مستفيدة من ثرائها الثقافي والتاريخي، ولذلك ستعمل على إعادة تأهيل المعالم التاريخية والأثرية وتحسين تجربة الزوار في المتاحف والأحياء القديمة، وتسهيل التنقل بين المعالم السياحية
مع التركيز على حلول صديقة للبيئة بتجعل المدينة أكثر خضرة واستدامة. أشير أيضا إلى تعزيز المرافق الاجتماعية وتحسين المدارس والمساحات الترفيهية. نعم طبعا ستجذب بهذه الخطوات السياحة وأيضا الاستثمار. أتحول معك لموضوع تخصيص مبنى أثري وسط أثينا ليصبح مركز للكتاب والثقافة، يعني خبر يعني مختلف، ما تفاصيله؟ نعم، بتكمن أهمية خطوة تحويل مبنى أثري في وسط أثينا إلى مقر جديد للمؤسسة اليونانية للكتاب والثقافة، في كونها بتجمع بين حماية التراث وإحياء دور الكتاب في الحياة اليومية للمدينة. اختيار هذا المبنى التاريخي شيرين بيبعث برسالة واضحة، وهي أن الثقافة نشاط مهم وجزء أساسي من المدينة. هذه الخطوة بتعكس توجه استراتيجي لوزارة الثقافة اليونانية بيهدف إلى إعادة الكتاب إلى واجهة المشهد الثقافي. ونحن نتحدث عن الكتاب والثقافة ومعرض الكتاب، معرض القاهرة للكتاب الدولي. هناك العديد من اليونانيين الذين يشاركون في هذا المعرض هذا العام ولديهم كتب جديدة. إذن هذا المبنى سوف يساهم ويساعد سكان أثينا وزوارها في الثقافة. وجود المؤسسة في شارع اسمه شارع إرمو وسط العاصمة الحيوية، العاصمة شارع إرمو هو شارع حيوي في وسط العاصمة وبالقرب من مواقع أثرية مثل الأغوراء القديمة ومنطقة كيراميكوس. ده بيخلق تفاعل طبيعي بين التراث القديم والثقافة المعاصرة. وإعادة استخدام مبنى أثري بعد ترميمه وتجهيزه ده بيشكل يعني حديث أو نموذجي لعملي لكيفية استثمار التراث المعماري بدل من ترك هذا المبنى مغلق. المبنى لا يحافظ فقط على القيمة التاريخية والجمالية، ولكن أيضا بيحصل أيضا على وظيفة ثقافية جديدة بتخدم المجتمع من خلال استضافة فعاليات وندوات وأنشطة بتشجع على القراءة والحوار الثقافي، كما يعزز أيضا ذلك صورة أثينا كمدينة بتربط تاريخها العريق وحياتها الثقافية الحديثة، وتؤكد أن الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في جودة الحياة وفي مستقبل المدينة والمجتمع. فعلا عبد الستار، يعني مش بس حماية الآثار والاستفادة منها بأبهى وأحلى صورة. بدي أسألك حامل الشمسية، يبدو أن هناك مطر في اليونان، لو تحدثنا أكثر عن الأجواء والطقس. حقيقة في الأيام الأخيرة شيرين هنا يوجد سوء أحوال جوية، وأيضا بيتسبب ذلك في خسائر في بعض المدن والبنية التحتية، وخصوصا يعني بعض البلديات القريبة من البحر. ولكن اليوم يعني هنا في اليونان ربما يوجد في الفصول الأربعة، ربما في هذه اللحظات هناك أمطار ليست غزيرة، بعد قليل أمطار غزيرة، بعد ذلك تكون هناك أجواء مشمسة، ولكن اعتدنا على ذلك. ولكن في كل الأحوال شيرين نحن الآن في فصل الشتاء، ومعروف بالأمطار الغزيرة والعواصف اللي بتأثر على يعني معظم نواحي الحياة في اليونان. أشكرك عبد الستار وأتمنى لك يوم دافئ. كنت معنا من أثينا، شكرا لك.